السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. زي ما عودت حضراتكم إن دايما أي شيء جديد أو أي شيء يخص عالم الزواحف داخل مصر وأي شيء نادر بحاول إن أنا أصوره لحضراتكم، بحاول إن أنا أظهر كل شيء عنه. زي ما صورنا الفيديو اللي فات عن نوع لم يوثق نهائيا داخل إفريقيا، النوع ده هو ثعبان البسباس كينيدي، وذكرنا إن النوع ده تواجده في آسيا أو تسجيلاته في آسيا في 4 دول فقط، سوريا والأردن والعراق والسعودية. ولكن كان اول توثيق ليه داخل افريقيا في مصر كان من خلال الفيديو اللي صورناه المره اللي فاتت، وهو ثعبان البسباس كينيدي. وذكرنا ان النوع ده متواجد في منطقه معزوله بعيده عن مطروح بما يقارب 100 كيلو داخل الصحراء. والنوع ده رغم ان هو لم يسجل قبل كده داخل افريقيا ولم يوثق داخل افريقيا، الا ان النوع متواجد من سنين، ولكن كان بيتم الخلط بينه وبين نوع البسباس العادي اللي هو دياديما. فعشان كده البيئه او البريه عندنا ممكن يكون فيها انواع كتيره جدا احنا لسه ما شفناهاش، او انواع كتيره جدا بيتم الخلط بينها وبين انواع تانية، زي بالضبط الكوبرا الداكنه اللي هي ناجا وبسكورا كان بيتم الخلط بينها وبين الكوبرا المصريه. وللعلم النوع اللي انا ذكرته لحضراتكم اللي هو ثعبان البسباس كينيدي هو من نفس المنطقه المتواجد فيها الكوبرا الداكنه ناجا وبسكورا. وايضا النوع اللي موجود معانا النهارده اللي احنا عاملين عنه الفيديو النهارده متواجد ايضا في نفس المنطقه، ولكن النوع المتواجد معانا النهارده ده مسجل في مصر وليه توزيع جغرافي واسع. يعني توزيعه الجغرافي داخل مصر بامتداد ساحل البحر الابيض المتوسط من السلوم حتى رفح، ولكن بيعد من اندر الانواع الموجوده عندنا داخل مصر. النوع ده تقريبا كل 2 أو 3 سنين لما بنشوف منه قطعه او بيتم صيد قطعه واحده منه، لان هو نوع من انواع البسباس ايضا، ولكن نوع نادر جدا. ده ثعبان بسباس اسود الراس. النوع ده رغم توزيعه الجغرافي الواسع عندنا داخل مصر الا ان هو من الانواع النادره جدا جدا جدا، من الانواع اللي طولها لا يتخطى ال 50 سم زي باقي انواع البسباس. ولكن في فرق كبير بينه وبين النوعين البسباس الموجودين عندنا. يعني عندنا البسباس دياديما او البسباس كينيدي، الاثنين من نفس الجنس، والاثنين لا يمتلكوا اي سموم نهائيا ولا يمتلكوا اي غدد سميه، في حين ان ثعبان البسباس اسود الراس من جنس مختلف تماما عنهم، وبيمتلك غدد سميه وبيمتلك انياب خلفيه. ولكن هو عشان في نفس التشريح الجسدي ومقارب للشكل ومقارب للحجم فبيطلق عليه اسم بسباس، ولكن هو من جنس مختلف تماما. فتعالوا بينا بقى مع بعض نتعرف على البسباس اسود الراس. كنت اتكلمت عنه قبل كده ولكن بالصور، لكن دي اول مره في حياتي اصور عليه فيديو، اول مره في حياتي اتكلم عنه وهو موجود قدام مني على الحقيقه مش صور. تعالوا بينا بقى نقرب ونشوف التعبان ده مع بعض ونعرف كل شيء عن حياته وعن تفاصيله. وده هنا كده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ثعبان البسباس اسود الراس. وزي ما حضراتكم شايفين هو طبعا بيختلف تماما عن ثعبان البسباس كينيدي او ثعبان البسباس دياديما. وطبعا هنشوف دلوقتي الاتنين جنب بعض، ولكن هنا بدايه انا عايز اوري حضراتكم هنا التعبان عن قرب. طبعا النوع ده يا جماعه رغم ان هو صغير في الحجم زي ما حضراتكم شايفين، ورغم ان هو بيشبه البسباس بشكل كبير جدا، الا ان النوع ده بيعد من الانواع اللي بتمتلك سموم خفيفه، بيمتلك غدد سميه وبيمتلك انياب خلفيه. ولكن الحركه بتاعته كلها زي البسباس مع اختلاف ان هو بيعض، لكن البسباس ما بيعضش. يعني ده بيعض ولكن ثعبان البسباس العادي ما بيعضش. وده برضو ما بيقدرش يقلد الحركة بتاعة الكوبرا ان هو يفرد الرقبة بتاعته زي ثعبان البسباس العادي. هو ممكن يرفع الرقبة من الامام، ولكن ما بيفردش الرقبة زي ثعبان البسباس العادي. يعني بصوا حضراتكم هنا لو حاولنا ان احنا نستفزه، اقصى شيء ممكن يعمله ان هو يرفع مقدمة الرأس ولكن بدون فرد الرقبة. ولكن ثعبان البسباس العادي بيستطيع ان هو يفرد الرقبة. وعشان نشوف الفرق اوضح اجيب لحضراتكم عينه من ثعبان البسباس دياديما تبقى جنبنا عشان نشوف برضو الاتنين جنب بعض. هنا زي ما حضراتكم شايفين معانا عينتين من ثعبان البسباس العادي اللي هو دياديما، ومعانا عينه بسباس اسود الراس. زي ما حضراتكم شايفين هنا الاتنين دول يا جماعه ده بسباس عادي، مع اختلاف طبعا الالوان، درجه اللون فيها اختلاف، ولكن الاتنين دول نفس النوع. الاتنين دول نفس النوع، وده النوع المختلف ما بينهم. بصوا يا جماعه هنا هنلاحظ ان في فرق في الالوان، ولكن الاتنين نفس النوع. ده
دياديمة وده دياديمة، ده بسباس عادي دياديمة وده بسباس عادي دياديمة. فحتى لو قربنا هنا وشوفنا شكل الرأس بالنسبة للدياديمة هنلاقي ان الاتنين واحد. بصوا يا جماعة هنا الاتنين واحد، بس طبعا اللي تحت ده بيغير الثوب بتاعه فعشان كده عينيه غامقة شوية، ولكن هما الاتنين واحد مع اختلاف درجة اللون. في حين ان احنا لو جينا بصينا هنا على ثعبان البسباس اسود الرأس هنجد ان شكل الرأس نفسها مختلف. بصوا يا جماعة هنا شكل الرأس نفسها مختلف. ده هنا اللي هو البسباس العادي عنده الرأس الخصم طويل زي ما حضراتكم شايفين، في حين هنا ده اقرب لشكل ثعبان مثلا الارقم الصحراوي. يعني هنا ثعبان اسود الراس شكله اقرب لثعبان الارقم الصحراوي في تشريح الراس بتاعته، او اقرب للكورونيلا والانواع دي. ولكن ده هنا زي ما حضراتكم شايفين في هنا امتداد في الخطم. ولكن بالنسبه لبسباس اسود الراس يتميز طبعا بالعلامه اللي تحت العين ديت، ولكن برضو في بعض العينات ما بيبقاش فيها العلامه اللي تحت العين. وبرضو لون العين بالنسبه لبسباس دياديما بيكون فيها اللون الاحمر واضح جدا. بصوا يا جماعه هو هنا بيحاول ان هو يعض، ودي هنا من اهم الحاجات اللي بتفرق برضو بين النوعين، ان بسباس اسود الراس من الانواع اللي تقدر ان هي تعض، لان ده بيمتلك غدد سميه وبيمتلك انياب خلفيه، في حين ان ثعبان البسباس العادي دايديما او ثعبان البسباس كينيدي ما بيعضش نهائيا، وما ثبتش عنه ان هو ممكن يعض حد ماسكه نهائيا. فزي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا الفرق واضح. هو هنا طبعا بيحاول ان هو يعض، طبعا ده لان هو خايف. هو بيعمل الحركة دي لان هو خايف، هو حاسس ان النوع التاني ده بيشكل خطر عليه، فلما يقرب منه بيفتح بقه عشان خاطر. لكن هو طبعا خلي بالكم يا جماعه عضته ما فيهاش اي مشكله نهائيا. يعني بصوا يا جماعه هنا عضته ما فيهاش اي مشكله نهائيا، لان هو اصلا انيابه صغيره جدا، وحتى ما بيعرفش ان هو يحقن السم بسهوله، فلازم ان هو يتمكن من الفريسه عشان يقدر يحقن السم بتاعه كامل. لكن بصوا حتى مكان العضه ما فيش اي جروح ولا اي حاجه، لان اسنانه ضعيفه جدا وانيابه صغيره جدا. طيب برضو من اهم الحاجات اللي بتفرق بين ثعبان بسباس اسود الراس وبين ثعبان البسباس العادي زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعه هنا لون بطن الثعبان العادي اللي هو البسباس العادي ابيض بالكامل لحد نهايه الذيل، في حين ان احنا لو بصينا هنا على ثعبان البسباس اسود الراس هنجد ان في لون اسود في البطن واضح جدا في نهايه الذيل زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعه واضح جدا هنا اللون الاسود، يعني اشبه بثعبان النرد. لون البطن اشبه بثعبان النرد. وطبعا الاتنين حراشف الذيل عندهم بتاعه البطن بتكون مزدوجه، الاتنين حراشف الذيل بتاعه البطن بتكون مزدوجه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا بحاول ان انا اوضح الصوره كده اوضح. بصوا هنا حراشف الذيل باللون الابيض بالكامل، في حين ان هنا لما نيجي نبص حراشف الذيل هنا فيها اللون الاسود زي اللي موجود في ثعبان النرد. طبعا النوعين اقصى طول ممكن يصلوه 50 سنتي 60 سنتي كحد اقصى، 60 سنتي كحد اقصى. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين فرق الالوان، ولكن لما يكونوا جنب بعض كده يعني متشابهين جدا. وقائمة غذائه زيها زي البسباس العادي، كلهم قائمة غذائهم بتشمل الأبراص السحالي القوارض الصغيرة أحيانا الحشرات. وهنا لو لاحظنا هنجد ان نقشة الجسد مع لون الجسد هنا بيشبه نقشة جسد ولون جسد نوع آخر موجود عندنا في مصر ومنتشر بشكل كبير جدا، وهو ثعبان أبو العيون أو الكوبرا الكاذبة. نفس اللون مع نفس النقشة، طبعا مع اختلاف ان هما نوعين مختلفين، والكوبرا الكاذبة أو ثعبان أبو العيون طبعا حجمه بيكون أكبر، ممكن ان هو يصل لحد متر وثمانين. وهنا ممكن حد يسأل هو ليه بيسمى بسباس أسود الرأس في حين إن هنا لون الرأس هنا مايل للبني أو للرمادي؟ وده لأن العينة اللي موجودة معانا هي اللي مختلفة شوية ولونها فاتح،
ولكن بنسبة 95% من العينات إلى 98% من العينات من البسباس أسود الرأس بيكون بالفعل لون الرأس أسود بالكامل، وبيكون لون أسود غطيس بالكامل، عشان كده بيسمى بسباس أسود الرأس. فده نوع من أنواع الثعابين اللي موجودة عندنا في مصر، ومش بس موجودة في مصر بل إن هي موجودة في دول كتير جدا، ولكن موجودة عندنا من الأنواع المسجلة عندنا بامتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط من السلوم حتى رفح. بيتواجد طبعا في الأماكن الصحراوية والأماكن الصحراوية ذات الغطاء النباتي. النوع ده من الأنواع القزمة، لأن أي نوع من أنواع الثعابين أقل من 50 سنتي بيسمى أنواع قزمة. ففي الختام أتمنى أن أكون أفدت حضراتكم، وأتمنى أن أكون أوجزت في الكلام، وأتمنى دعواتكم معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.